مساء الخير عليكم. آه النهارده تاني حلقة إن شاء الله، يا رب يكون أول يوم في رمضان كان سهل وبسيط، والصيام ما كانش متعب عليكم، وتكونوا أخدتوا اللياقة البدنية المطلوبة علشان الصيام يبقى خفيف ولطيف عليكم بإذن الله. طيب، في الحلقة الأولانية اتكلمنا على إيه السبب اللي إحنا بنعمل عشانه البرنامج دوت، إن الناس كتيرة بيبقى عندها أهداف وعايزة تعملها وبتفشل في إنها تفضل محافظة على ال آه، الإصرار إنه يفضل يعمل كل ده، أو يعني المنظومة اللي بيشتغل عليها بتتكسر منه و وما يقدرش يكمل الهدف اللي هو عايزه. الحاجة تانية صحيح نسيت أقول لكم عليها أول مرة، يعني في الحلقة اللي فاتت، إن إحنا البرنامج ده بنصوره بشكل طبيعي، فما فيش edits، ما فيش تعديلات، ما فيش حاجات أنا بتكلم وهغلط وهصلح غلطي ومع النوتس بتاعتي وكل الكلام دوت، عشان بس نبقى فاهمين. طيب نرجع مرجوعنا بقى. ففي الحلقة الأولانية اتكلمنا على إيه الأسباب اللي مخلينا نعمل الحكاية دي، واتفقنا إنه علشان نقدر حقيقي نفهم إزاي نحقق أهدافنا، إزاي نقدر نعيش حياة لطيفة، لازم نفهم الميكانيكا اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بيها. وأول حاجة لازم نفهمها هي المنظومة بتاعت المشاعر. لأن المنظومة دي هي اللي ناس كتيرة جدا بتقعد تتكلم فيها ومحدش بيدي للناس روشتة حقيقية. فأنا متأكد إنكم اكتبوا في التعليقات يعني كم واحد فيكم حضر برامج على الإيموشن انتليجنس أو الذكاء العاطفي وقال إن دي حاجة اميزنج ممتاز. ده كلام مهم جدا. أيوة، أنا لازم أعرف إزاي أدير مشاعري وإزاي أقدر أفهم نفسي فأقدر أدير مشاعري. كل الكلام ده عظيم، لكن محدش قال لنا البروسيس الحقيقية اللي نمشي عليها. يعني كلنا محتاجين نفهم نفسنا. انا هقول لكم حاجه كوميديه جدا. في التريننج لما باجي اعمل تريننج على الايموشن انتليجنس، اقول للناس انت تعرف نفسك قد ايه، يقوموا على طول كاتبين 10 من 10. اول واحد يقوم قايل 10 من 10، تاني واحد على طول يحس ان 10 من 10 دي مبالغ فيه قوي، فتاني واحد على طول يقوم كاتب 7 من 10، لدرجه ان التيم بتاعي بيقعد يضحك لما بيلاقوا ان الاجابه بتاعت الناس بتحصل كده بالترتيب ده بالظبط: 10 من 10، 7 من 10. لان الناس بتتكسف انه ايه ده، انا مش معقول ابقى فاهم نفسي 10 من 10. وبعد لما بنمشي في البرنامج اقول لهم كل معلومه جديده تعرفها عن نفسك حط واحد. ساعات الناس بتحط 20 واحد و30 واحد، انه انا ما كنتش اعرف نفسي للدرجه دي. فسواء يعني خلونا نلعب اللعبه دي كمان. اكتب النهارده انت تعرف نفسك كام من 10، 9 من 10، 10 من 10، 3 من 10، زي ما انت عايز. وكل معلومه انا هقولها تلاقي ان دي فعلا معلومه حقيقيه على نفسك، حط واحد. وفي اخر البرنامج اكتبوا الرقم الجديد اللي انتوا وصلتوا له. فمثلا لو انت قلت 10 من 10 وعلى اخر الشهر كنت وصلت ل 100، قول انا عرفت 100 حاجه جديده عن نفسي. تمام. او لو عايز تنزل بالماينس كمان حلو، قول انا كنت بادئ 10 لكن دلوقتي بقيت ناقص 90. ده معناه ان انفتحت قدامك افاق جديده. وهفضل دايما افكركم بالهدف الاساسي بتاعي، او بالرهان اللي انا بعمله مع الناس، او التحدي، ان كل حاجه انا بقولها للناس تحصل دلوقتي، مش هتحصل بعد شويه، مش هتحصل بعد سنه، مش هتحصل بعد سنتين. كل حاجه اقولها لكم تحصل دلوقتي. طيب تعالوا نروح بقى للبيزكس الحقيقيه. ايه الفرق بين لفظ مشاعر واحساس وحاله؟ لان كل الناس بتستخدمهم داخلين في بعض، يقول لك انا حاسس بمشاعر الحاجات. يا ابني ايه الفرق بين دول؟ ما حدش عارف. فتعالوا نقسمهم. عشان نقسمهم خلوني احكي لكم حدوته تسهل عليكم المثال اللي انا عايز احكيه. الحديثة بتقول الآتي: تعالوا نعتبر إن أنت بتشجع الفريق الكورة بتاعك. رحت الاستاد. ده نهائي كأس العالم، الفريق الوطني بتاعك بيلعب ضد البرازيل، ولو أنت برازيلي يبقى بيلعب ضد ألمانيا. تمام. طيب أنت في الماتش النهائي ده الدقيقة 90 من المباراة النتيجة ما زالت 0-0، والفريق بتاعك جاب جون في آخر ثانية. هتعملوا إيه؟ هنقوم ونتنطط ونزعق ونسقف وتحضن الراجل اللي جنبك اللي ريحته وحشه وتبوسه، صح؟ يعني كنت ممكن ما تسلمش عليه في الحياه الطبيعيه، لكن هتحضنه وتبوسه في هذا الموقف. طيب هتخرج بعد كده من الاستاد سعيد ومبسوط. تعالوا نقسم بقى الحدوته دي. الجون لما جه ده مجرد احساس، معلومه انا جمعتها عن طريق الحواس. النظر شاف جون جه، دي حاسه جابت معلومه. المعلومة دي دخلت جوه قلبي،
هحكي لكم ليه بعد كده في حلقة تانية، يعني هنحكي فيها البيزكس أو نكمل فيها البيزكس، هحكي لكم ليه قلبي. ترجم ده على إنه فرحة. فدي الفرحة فيها تنطيط وانبساط وتهريج وكده، لكن الناس بتفضل فرحانة قد ايه؟ بتفضل تتنطط وتزعق وتحضن وتعمل كل الكلام ده مدة قد ايه؟ دقيقة بالكتير، دقيقة ونص. دي المشاعر. تتحول بعد كده وانت خارج من الاستاد بعد 10 دقايق ربع ساعة، تلاقي نفسك بقيت سعيد. فيبقى ايه الفرق بين التلاتة؟ الإحساس هي عملية جمع للمعلومات عن طريق الحواس، تتحول بعد كده لمشاعر اللي هي إشارة بتقول لك تعمل ايه، وهنتكلم في ده بالتفصيل. فدي المشاعر اللي هي قوية جدا لكن مدتها قصيرة. يبقى المشاعر قوية جدا مدتها قصيرة، تتحول بعد كده لحالة مدتها طويلة. انا ممكن ابقى سعيد ساعة، ممكن ابقى سعيد ساعتين، ممكن ابقى سعيد 3 ساعات، لكنها درجة خفيفة، درجة منطقية. انا اقدر افضل سعيد زي ما انا عايز ساعة، يعني وانا بكلمكم دلوقتي انا سعيد لكن ما بتنططش. لكن الفرحة اللي هو دي بالكتير دقيقة انت وصحتك طبعا. يعني لو انت راجل محافظ على الجيم او ست محافظة على الجيم، هتقعد تفرح مثلا 3 دقايق بالكتير. فالتعريف ده مهم جدا جدا جدا. تعالوا اديكوا اكزامبل تاني يشرح الحدوته، وده مهم جدا ان احنا نفهم الحكايه دي ماشيه ازاي. وكلكم تقدروا تعملوا الاكسرسايز ده معايا. لو كل الناس خلوني، لو كل الناس اديتها حاجة، يعني اعملوا التجربة دي في البيت مع أي حد مش عارفين، خلوه يمسك حاجة، خلوه يغمض عينه الأول وبعدين يمسك حاجة يحطها في إيده، وبعدين يبدأوا يسألوه أسئلة عن الحاجة دي. فهيبقى مغمض عينه كده وماسك الكورة، فهيقعد يقول دي حاجة في الغالب مدورة فيها إخرام داخلة لجوه كده أو فجوات جامدة. آه، الفجوات دي شكلها يمكن مدور، عبارة عن دواير فيها عدد كبير، آه، يمكن تكون مطاطة شوية. مرة كنت بعمل التجربة دي، قام واحد قال لي لونها أحمر. فده طبعا بيقول إنه نصاب. فالعملية دي، المعلومات دي كلها أنا عمال أجيبها إزاي؟ عن طريق الحس، صح؟ عمال أحس فبجمع معلومات، عمال أجمع معلومات. وبعد كده أسأله وانت ماسك الحكايه دي مبسوط متضايق حاسس بايه؟ فيقول لك انا لا والله مش، يعني مش، يمكن مش مرتاح. طب لو مش مرتاح عايز تعمل ايه؟ عايز اسيبها. اذا عمليه اللمس دي هي عمليه جمع المعلومه. انا بجمع معلومات عن طريق حاسه اللمس. لما حسيت حاجه وحشه جالي احساس انه ده وحش، فكان ايه القرار؟ اني عايز اسيبها من ايدي. لكن لو مسكت حاجه تانية، لو مسكت مثلا خلونا نجرب الستريس بول دي. لما الناس بتمسك الستريس بول دي وتلعب بيها، فيقولوا لي دي طريه ناعمه كلها حنيه. لكن ايه المشاعر اللي جت؟ اني مبسوط، انا عايز افضل محافظ عليها في ايدي. اذا المعلومات اللي جمعتها اشاره من المخ قالت لي انت سعيد بالحدوته دي، فالاكشن اللي انا هاخده ايه؟ اني هفضل العب بيها في ايدي. طيب ليه ده مهم؟ ليه السيكونس ده مهم؟ السيكونس ده مهم لانه بيقول لنا خلونا نعمل كده. السيكونس ده مهم لانه بيقول لنا انه الاحداث اللي بتحصل، الاحداث الخارجيه، هي بنجمع المعلومات منها عن طريق الحواس، تتحول جوانا لمشاعر توصلنا الحالة دي هي اللي نقدر نقول عليها حالة resourceful أو unresourceful. هي حالة ممكنة أو حالة غير ممكنة. فمثلا لو واحد غضبان متضايق زعلان، هل دي حالة ممكنة إنه يعمل أي حاجة؟ يقدر ياخد قرار، يقدر يتعامل مع الناس؟ حالة غير ممكنة. طب لو انت سعيد ومبسوط وفرحان، ده معناه انك في حالة ممكنة، تقدر تشتغل، تقدر تفكر، تقدر تنتج، تقدر تطلع بأفكار. الحالة دي نتجت عن ايه؟ عن مشاعر. والمشاعر دي نتجت عن ايه؟ عن حدث خارجي. اذا الاحداث الخارجية بتأثر في مشاعرنا، تأثر في الحالة. اذا ده معناه مهم جدا اني اقدر اعمل حدث خارجي مع سبق الاصرار والترصد يوصلني لحالة، يوصل لي لمشاعر. المشاعر دي تحطني في حالة، الحالة دي تخليني اتصرف تصرف مختلف. المثال اللي من حياتنا، يعني اللي يبقى سهل عليكم، اللي انت بمنتهى البساطة تقدر تعمله،
إن لمّا الست بتبقى عايزة تقلِّب جوزها في قرشين بتيجي تعمل إيه؟ تقول له حبيبي جوزي تيري تيري صح؟ بتقعد تدلّعه وتشخلعه، بتعمل حدث خارجي فيحطه في مشاعر الانشكاح، أنا المعلم الكبير، يقوم مادد إيده في محفظته مطلّع القرشين اللي معاه. الولاد الصغيرين لمّا بييجوا ياخدوا فلوس، بابا حبيبي أنت الحكاية الرواية، حدث خارجي يعمل مشاعر لطيفة يخلّيني أطلّع الفلوس اللي معايا. إذًا ال3 خطوط دول بُص عليهم في 3 أكنّهم 3 طُرق قدّامكم، طريق، أحداث خارجية، مشاعر، حالة. وهاحكي لكم حدوتة نقفل بيها النهارده، وبُكرة إن شاء الله ندخل في تفاصيل أكتر من كده. أنا النهارده رجعت البيت قلعت الشراب رميته في الصالة، دخلت مراتي قالت لي: "طلّقني." الله! يا ستّي ده شراب، طلّقني دلوقتي، شراب، طلّقني دلوقتي، حاضر. الست المجنونة دي هاخرج واسيب البيت واقعد مع اصحابي عشان تهدى، وانا راجع هجيب لها بوكيه ورد كبير جدا، اقول لها اتفضلي بوكيه ورد عظيم اهو، بقى سامحيني في موضوع الشراب. تقوم مخرطه الورد ده على دماغي وبرضه طلقني. الله، ليه الست دي عايزه تتطلق؟ فتعالوا نبص على ال3 شوارع اللي انا قلت لكم عليها. فناخد اول شارع احداث خارجيه. هرجع في الماضي شويه فالاقي نفسي دخلت استحميت واخدت الفوطه المبلوله رميتها على السرير. حدث خارجي عمل مشاعر كده، فعمل حالة مؤقتة مش أي كده. قُمت داخل على الحلة التيفال كحَتّها، مشاعر فحالة. قُمت داخل الحمام فما رفعتش الخشبة، حالة فمشاعر فحالة. فقُمت مش عارف أعمل إيه مع العيال، مشاعر فحالة. قُمت رامي الشراب في حالة. إذًا طلّقني دي ما كانتش بسبب الشراب، بسبب أحداث، 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 مشاعر، 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 حالة ثابتة أنا مش قادر أكمّل في المشوار ده، فالناس تاخد القرار. إذًا فهمنا لل3 شوارع دول مهمين جدًا، أو ال3 خطوات دول مهمين جدًا، لإنه ده بيقول إني لو عايز أعكس الحالة دي يبقى أنا من الناحية التانية لازم أعمل أحداث إيجابية، 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 أحداث إيجابية تعمل مشاعر، 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 تعمل حالة، حالة، حالة عشان أصلّح الحالة دي. فأنا عايزكم تفكّروا في بني آدم أنت بتشتغل معاه أو واحد قريبك أو واحد صاحبك أنت بطّلت تثق فيه. بطّلت تثق فيه ليه؟ هل عشان عمل حاجة واحدة بس؟ والّا عشان عمل أحداث خارجية مختلفة وصّلت لك مشاعر كتيرة مختلفة، وصّلت عندك حالة ما ينفعش تتغيّر، تمام؟ إذًا ده الفرق بين المشاعر. يبقى تعالوا نلخّص عشان نفهم الحكاية. الأحاسيس هي مجموعة أو هي جمع المعلومات من الخارج عن طريق الحواس. المشاعر رسالة بتترجم لك المعلومات اللي جات دي عشان تحطّك في حالة ممكنة نقدر نعملها أو لأ. الحالة دي مش هتتغيّر لو الأحداث الخارجية كترت، الحالة دي نقدر نغيّرها لو عملنا أحداث كتيرة، أو لو هو مجرّد حدث وحالة فالحكاية تقدر تخلص. طبعًا الموضوع ده محتاج عُمق أكتر، ولإني أنا مش عايز أطوّل عليكم كتير لإني لسه باجرّب نَفْسي معاكم عشان نشوف إحنا هنحب بعض والّا لأ، وأنا هاحب القعدة دي، لإن أنا طبعًا متعوّد دايمًا إني أقعد مع الناس بشكل مباشر. فأنا لسه باحاول أتعوّد، عشان كده في crew عظيم ورا الكاميرا عشان ما أحسّش بالغُربة، وإني باصص بس في الكاميرا دي أو الكاميرا دي. لكن هو ده اللي أنا باعمله عشان أتعوّد عليكم. خلّونا نكمّل بُكرة إن شاء الله، ندخل أكتر في العمق بعد لمّا فهمنا الsequence ده. طبعًا اكتبوا لي في الcomments لو لسه عندكم أسئلة، لو الموضوع مش واضح أوي، لكن بيتهيأ لي بقى مفهوم. أحداث نقدر نعملها بإيدينا، فنعمل مشاعر، فنعمل حالة. أشوفكم بُكرة إن شاء الله ونكمّل الحدوتة بتاعتنا الصغيرة ده، وقولوا لي إذا كانت المعلومة الجديدة دي كانت مفيدة، هتحطّوا عليها 1 والّا لأ، فاكتبوا في الcomments 1. وما تنسوش تفعّلوا الجرس وتكتبوا comments، قولوا حلو وقولوا وِحِش. الfeedback هنتكلّم عنّه طبعًا، إيه أهميته، فأرجوكم اكتبوا لي comments ادّوني feedback إيه اللي ممكن نعمله عشان نخلّي الحكاية دي أحسن. أشكركم شكرًا جزيلًا وأشوفكم بُكرة بإذن الله.